السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحة ديالكم مزيانة وكلشي هواداك. هاد لا فيديو عندنا اخبار مهمة واسرار غادي تكشف حسب الصحافة الانجليزية بخصوص موضوع غرام بوتر والاقالة، واش زياش كان سبب فيه. المهم الخوت صدمة كبيرة، وايضا بونو رفض انتقال لعملاق اوروبا على ود هاد البلان. نبداو بالتفاصيل. بحيث انجزت الصحيفة ديال تيليغراف بريطانيا تقرير مفصل كشفات فيه الكواليس الاقالة ديالو، مؤكدة أن حكيم زياش كان بين الأسباب الانفصال على المدرب، وهي على الشكل التالي: سفر زياش إلى فرنسا قبل حسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان أثار غضب مالك النادي تود بويلي. المالك الأمريكي أكد لبوتر أن زياش يجب أن يخوض أقل عدد ممكن من الدقائق فيما تبقى من مباريات الموسم، وبوتر أشرك زياش أساسيا ضد توتنهام، الشيء الذي أغضب تود بويلي. وزياش لم يلعب أي دقيقة منذ مشاركته ضد توتنهام اللي كانوا خسروا بجوج زيرو. يعني السؤال هو واش الملك ديال تشيلسي الجديد هو سبب وراء عدم ظهور زياش في المباريات الاخيره؟ وبعد اقاله ديال المدرب غراهام بوتر، حسب الصحفي ماتش هيوز من الديلي ميل البريطانيه، قال: غراهام بوتر سيحصل على 13 مليون باوند تعويض لاقالته من تشيلسي. وايضا حسب الصحفي فابريزو رومانو الايطالي، قال: يحرص لويس انريكي مدرب اسبانيا السابق على التدريب في البريمير ليج، ويريد العوده الى التدريب في اقرب فرصه ممكنه، ويرغب المدرب الإسباني فقط في الانضمام لمشروع طويل الأمد، ويمتلك أفكار وخطط واضحة للمستقبل. صراحة من لويس إنريكي مدرب كبير، وكاين أيضا ناغلسمان وهضر على أموريم ومدربين آخرين، لكن باللي قدر يتعاقد مع لويس إنريكي. وبالنسبة لبونو، خبر مفاجئ ظهر حسب صحيفة ريليفو اللي قالت: ياسين بونو رفض الانتقال إلى بايرن ميونخ لتعويض مانويل نوير المصاب في الميركاتو الشتوي الماضي. حارس مرمى الأسود قرر الاستمرار لمساعدة فريق إشبيلية للبقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني، خصوصا بعد تألق ديالو في المونديال. مباشرة جاء عرض باش انضم لبايرن بعد إصابة نوير، لكن اللاعب المغربي رفض ويساعد فريق ديال إشبيلية باش يبقى في الدوري الإسباني ويتقاتل معاهم كما دار نصيري ملي كانت باغا ويست هام. اش بالكم الخوت، وتهلاو لي فراسكم.